ولكنه ايضا ورقه ضغط من اسرائيل على المنطقه بالكامل. فبعتقد انها فكره في السياسه بالبلدي كده اللي احنا بنقوله سيب ونسيب، هي اللي حاضره في ذهن صانع القرار الاسرائيلي اللي بيعترف بهذه الدوله، وهو اعتراف دبلوماسي اكتر منه حقيقي او فاعل على الارض. ولكن ايضا هو ورقه ضغط عشان ملف غزه، لان كل القضايا مرتبطه ببعض. يعني سيب ونسيب، سيب ونسيب ضغط. الصومال ايوه في مقابل غزه. غزه مقابل، لان دورك كمان في مصر، دور مصر في ملف غزه هو دور مش محوري ولكنه عمود فقري. اكيد انت لن تستطيع، اي اطراف دوليه او اقليميه لن تستطيع ترتيب الاوضاع في غزه بتوازن حقيقي دون وجود مصر في هذه المساله، والدليل على ذلك هو الاتفاق اللي تم في شرم الشيخ. لكن المشكله الرئيسيه الان في فكره انه اسرائيل تحاول ربط القضيه في غزه بعده مشاكل اقليميه في المنطقه بطريقه سيب ونسيب. فاعتقد ان السياسه المصريه في هذه المساله سياسه الثبات، اللي هو مصر شديده التاثر والاهتمام بالتالي بمنطقه القرن الافريقي.